وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام مرصد حاد هذه الدولة تنتهي قرطة شرفت أي قيمة قاية ولا واحد إن شاء الله قادنا مانتا ما تدني صدحات أما واحد قادنا حسيتني صدحات أنا قاعد حين نقبل علينا إنه رسوا قادنا لبعض عشرة رسوا قادنا ببعتي طبعا كها واحد مانتا بلا بينا صرفي أي توصل بلا بينا كارهان واحد قلنا إن شاء الله تعالى قيت الميزان الصرفي واحد قلنا مانتا يمتوني مكان الله waxaan ku soo qaadanay diiwaanka wargaahan diiwaanka kitaabkeena loo qorayo in cilmi sarfiga loola jeedo aqraab macnawiya ujeedooyin macnawiya waxa ka macnaha ah kelmadda macnaheeda ah iyo qaab lafdiga oo kelmadda laftigeeda lafdiga erayga kelmadda marka aqraabina insha Allah ay iska bilaabayna kadibna aqraabna ku dhameeyo miisaan asarfi u gelayna marka insha Allah taala in wada soconayna. فمن الأغراض المعنوية وجدوينك معنوية لولا تشيلو كلمة وحكمل الله تغيير المفرد إلى تثنية أو الجمع إن لو بدلوا المفرد كلمة المفرد كما نقول بدلوا إلى تثنية اللفظ أو الجمع أو فرضا مفرد كلمة هل كان إنسان قفط عن الشخص كان إنسان هل كان شيء تمامي هي لو بدل على الشيء أما إكبر ما جمع وتشدد الكوبا تشدد الأربعة تغيير المصدر إلى فعل أو الوصف أو الاسم الفاعل أو اسم المفعول مصدر كيلو بدل إلى فعل بلو بدل أو الوصف أما الصفة لو بدل أو اسم الفاعل أما اسم الفاعل بلا بدل أو اسم المفعول أما اسم المفعول هو رقم سوق هذا ما فيها إن حول سوق هذا اسم الفاعل اسم المفعول هي صفة فمثل كيلو بدلية ما فعل بلو بدلية مثل لبلاس إري أما لبلا قوتي ما لبلا قط وحلولت هذا وأقراء اللي قال لي هي أقراء معنوية حلولت هذا صرفنا وين تسوى أقراض المعلومات كصوبها نحن قلنا فمن الأقراض اللفظية أقراض اللفظية لواكن إنه قرنيت كارهان تعريف الصرف كان كيس يقولون قريب وحكوا تريه بأقراض معنوية أو لفظية فكان لفظية دي من دون إنه حكت معنا شرط الرماد باللغة كذا أقراض اللفظية وعلى كذا كلمة يمكن هذا بزيادة حرف مؤثرة كلمة دي إن بسوق اليوم حرف أما إكبر مثلا كلمة هب وهي وهي ست حرف وهي بيتبع صوتره أما هو صوتره تتصاص الحرف وتكوبات طلبات بحذف حرف أو أكثر إلا أكثر كلمة دي حرف أما إكبر إلا جبوي بقلب حرف علة بقلب إلا الهجوء للبدلون حرف علة حرف علة لو بدلوا إلى حرف علة آخر حرف علة كذا سنة هو صار جمال وحويان وحتى أفعال لرام تلاقي قام أما إلا ليسان ما كحرف إلا ليسنا أيا مثلا صار حرف إلا ليسان بمسوي بدل وين بدنا طول إن شاء الله أفر بنقل الحرف الأصلي حرف أصل اللي بيوريو من مكانه لقاه ماشي سي في الكلمة كيال ماشي الكلمة كده عليه كيال أي لقاه ريا واحد لقينا يا إلى مكان آخر ملك قوس كلا وراها ريا عرفت الشباب إدغام حرف في حرف آخر اللي هو إدغام حرف كذا معناه حرف كذا اللي يحكي إدغام وحوي إدخال شيء في الشيء اللي يحكي يا لقاه مركا حرف هي أي حرف كان إدغامي تسأل يا شو إن شاء الله هو لا يطلعون بجانب لكن سيكون بين دول الناس مسيو جانب اللي هو مقدمة يهرب أعلى كتير من عصرنا الصعداء أو قصة المسافر
وأنت قلت بين هذا وهو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي ميزانك يهبك الصرفي. وحنا هرصوا لقد كلمة دي هبسني كلمة أو كهذا يصرفي. سيدا أولا وحنا دورنا أنا مغانو هبك هي مقياس كانوا طلق الرجال يقول ميزان كلمة يقال كله ميزان أي دورنا أنا تعال الله تقسيم المفردات في اللغة العربية 3 قسمين. فرض التناول الجديد وحنا مغانينا كلمات المفردات في اللغة العربية وحق اسمها غلط. مفردات جميع حروفها أصلية. مفردات لما حروف تدوران أي أصلية. كلمة حروف تكوتشتا أيوة أصلية. هي ترى المفردات بعض حروفها أصول وبعضها زوائد. يوم أي يهين بالكلمة أصليين بالكلمة الزائدين. يعني وجه معناها كلمة قارئ الزيادة يهين حروف تكتشفها. قارئ الزيادة يهين قارئ أصليين. ولا أصل قارئ أساسا. مركا قريب ولا ما وسيلة يسلكوا إن شاء الله تعالى والشيء عنه. هذا مثال الصف قبل كم قاطع إنه أكثر الكلمات في العربية ثلاثية. كلمة لها فرق بدل كلمة لها بدل اللغة العربية هو كلمة صدق حرف القاف وهلا يقال ثلاثي سواء أكانت اسم أم فعلا اسمها تو حسما اسمها تو أم فعل ها كلمة من صدق حرف القاف نعطي أي بدل اللغة العربية وكلمات هلا يقال ثلاثي. لذلك جعل العلماء العربية الميزان الصفي من 3 أحرف. سيدا أوله لذلك سيدا سيدا أوله جعل العلماء العربية علماء اللغة العربية وحا أي يلان الميزان الصفي ميزانك يهبك الأول ميزان الصفي كلمة اللي تقول الميزان من 3 أحرف 6 حرف كاملة وهي 6 حرف أي يلان أي هبك أمام عيالك الأول ميزان كاملة وحوي وفاء يا عين يلا فاء يا عين يلا 6 حرف بيكون كان هالبيكا هي مقياس أو حروف قياسي. هذا حرف هو حروف فردية حرف كالأواد حروف فردية حرف طبيعي حروف فردية. وقابل الحرف الأول حرف هو روح قابلسيين من كل كلمة كالصواب. وحي قابلسيين الفاء فاء قابلسيين. وصموها وحكم العارين فاء الكلمة كلمة الفاء دي. وقابلوا الحرف الثاني حرف كاللواد وحي قابلسيين. كلمة عين وحرف كمان العين قابلسيين. وصموها وحكم العارين عين الكلمة كلمة عين كلمة. وقابلوا الحرف الثالث حرف الصدحات وحي قابلسيين الله وهذا حرف الصدحات. وصموها لام الكلمة وحي حكم العارين كلمة لا كلمة. وذلك قاصدنا وحوي أن يكون هذا شكلها كلمة الشكلية قال اسمها كلمة قال كلمة بالمطلق على شكل كلمة الموزونة كلمة الإنسان الشكلية من حيث الحركات والسكون حتى حركات شقلة يسكون طب شقلة كورية يا واسطي كرمك يقدر فيها حوالي متكا يوصلكم هي متاعك كم وصل النقطة كلمة الإنسان أي تكلم شيء مثلا للمثال سون نقطة أي مقارنة يقول مثال شيء من سون المقارنة إن شاء الله تصارها ونصوت على طريقة أكثر. هذا هو حسب ديله أو السؤال ستاعنا قنيسة 6 حرف من الصورة وفاء يلا يعني أو فعلها واحد يقولي وهالبيك أما 6 الشيء 6 حرف لو ترك المحلول مثال. هذا إذا اللغة العربية عبارتها هي كلمات كلمة في ربديه واحد اسمه دينيا حيثها 6 في حرف مضاد 6 حرف فعل يلا هي عين كم حرف مضاد. لماذا اختار العلماء لهذه الحروف من بين الحروف العربية؟ محل دور العلماء حروف عربية اللي لو وصلوا صار 6 حرف. جوابه احنا قلنا اختار العلماء العربية هذه الحروف الثلاثة من بين الحروف العربية الأخرى
للنقاط التالية arrimahan qodobada soo socda awgeed uu doortay waxa weeye shay kasta macluumaad fadhiya marka la dooranayo marka qodobada afarta ay u doortay kow معظم الألفاظ العربية مكونة من أصول ثلاثة أنت بدرس الهراء صوت معنا كلمة عربي أنت وضع بدلوا ثلاثة أما صدق حرف كوي أو تنوع صدق حرف وفعل وصدق حرف أما وفعل عين يلام وصدق حرف وأنت كلمات مقدم كلمات وعامة الدلالة فكل أفعال تدل على فعل وحوالي وحي كلمة يصير مدبر ربنا فعل كستبا وحتصى يا فرع فعل كستبا وحتصى يا فرع لحدث معي صدق صحة حروفها فليس فيها حرف يتعرف للحذف صحة حروفها حروف تيدا كلمة لا يكون وضعها فعل حروف تيدا صدق حرف والصحيح وصدق حرف إلا يسنين حروف إلا يسمى حروف إلا هو الحروف سوقاتها ويا يوم يألف فيها مركا صحة حروفها حروف تيدا هي الصحة والصحيحة فليس فيها حرف يتعارض للحذف ويحرف إلا من قدر تطلعها واللي حذفها وماشي للبويا سيدا أولا كلمة تشاي سيدا هذا الحرف واسط أنت أفراد مطلب يسوي حوالي كلمة فعل تشمل واحد كوسالسة على ثلاثة أصوات صدح عض وتاسو تشمل يضرع شكلين هسا أجزاء الجهاز النطقي قيبها عضبحياء قيبها طوقة جهاز وحوالي قانا ونطق أما ميراها أكثر لسو صار مركا عضبحينتا أما طوقة كلمات إرايات المصر واقعي مخارجتها وركنا مخارجتها أي سدحة كلمات بأي كورسانية مخارج الحروف حوالي قانا مركا لقاها قريب هو هاي اللي علم التجويد أما علم القراءات هذا فعل تضم ومخرجها من أول الجهاز النطقي هكذا هو حبيت القوى الرئيسة يعني حاجة قوة إرايات الواقع وقع درنها أما بشمها درنها هراء أي مخرج كيس فيها ماشي القصة محوها وفعل حرف كفعل حروف وربطنا وكلام واسم المخرج حسي فيها مكنة ونادان والذات هي الطاقة إلى متها عين القراء يسوي من قصة محاولة عين من آخر الحق ونط حاجة طبعا قصة محاولة عينكم حروف الحق وهي كان مركز الجوف فن التجويد كمركز الجامعة علم القراءة حتى بقى عينت واحد قصة محاولة من حرف عينت ونط حرف الفأدمة قصة محاولة تبنها محاولة حياة تبنها يقوط ما يقول حساب كان حان والله من وسطه هل كان حان الله كان صباحا هل كان حان الله كان صباحا مركز هذا حرف واحد قوسنا مخالفتي يمرية كسر بحين حروف العربية كسر بحين نطق جوجل أما توقف كسر بحين مدولة وقاص وفريا نائب كيا واحد كرام ثانو بالنا الله أعلم لكن أفرط قلب يمسك حيامها لقطة رياض والعلم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده واحد نقطة معضي مبادئ من كل هذا المصرفة إن شاء الله تعالى وتعالى بيوحي بذكر دونا عسى كل بذكر دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.